انت اذا طبقت السنه خلاص انت سلمت تماما باذن الله عز وجل من الابتعاد عن البدع تماما وكل صورها في هذه الحياه وفي هذا الدين. جاء في الحديث يعني ياتي اقوام يوم القيامه يذادون عن الحوض، يعني ما يشربون من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي، يعني ليش هذول ما يشربون من حوضي؟ فيقال له لا تدري ما احدثوا بعدك، انت ما تدري هذول شو سووا اصلا من بعدك، الفوا بالدين وابتدعوا امور وخرافات وبدع وافعال غريبه وعجيبه ما انزل الله بها من سلطان في هذا الدين. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وكررها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تبتدع في الدين، امشي على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، اعبد الله عز وجل على نور وبصيرة. لذلك أهل السنة يسمون بأهل الأثر. شو يقصدون بأهل الأثر؟ ليش يسموهم بأهل الأثر؟ يعني يتبعون في سيرهم إلى الله آثار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يبتدعون، ما يأتون بأشياء جديدة، ما يأتون بأفكار جديدة، ما يأتون بأذكار جديدة، ما يأتون يصير أنا وأنت نصلي 6 فروض في اليوم؟ لا ما يصير. ليش؟ لأن الله شرع لنا 5 فروض، صح ديننا كذي. يصير أني أنا إنسان الأذكار التي تقال بعد الصلاة سبحان الله 33 مرة، يا أخي أنا ما بقول 33 مرة، أنا عندي نشاط وفاضي ما عندي شبيل في المسجد، بقول 40 مرة، 40 مرة سبحان الله، 40 مرة الله أكبر، 40 مرة الحمد لله. يصير؟ بتقول لا ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن رسول الله ما فعل، رسول الله قال 33 مرة. إذا إحنا يا إخوان لابد في كل أفعالنا نمشي على السنة. تحصل أحيانا في بعض الأماكن بعض الناس بعد الصلاة بعد ما يخلص التسليم شو يسوي؟ ينفخ داخل ثيابه. ما أبغى أقول منو اللي يسوي كذي حتى ما ندخل بأمور ثانية. تعال امسكه، أنت ليش تسوي كذي؟ لا هذا قرآن، لأن أنا قلت الذكر مالي فالحين جالس أنفخ عشان الذكر هذا ما أعرف شو يدخل في جسمي. رسول الله سوى كذي يا جماعة الخير. ثبتت السنة كيف رسول الله كان يتعبد الله بعد الصلاة، كان يفعل كذا 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 وقام روح بيته. ليش احنا ندخل هذه المسائل في الدين؟ هذا ان انت تنفخ وتمسح في جسمك، هذا اللي عرفه في اذكار النوم. يوم واحد بينام يقرا المعوذات وينفخ في جسمه. انت كيف جبت هذا الفعل وحطيته في الصلاة بعد الصلاة، الاذكار التي تقال بعد الصلاة؟ وتشوف عادة خلاص البدع ياسة تتشعب، كل واحد كذا شغلة مزاجه وهو. ما يصير يا اخوان. يجب علينا ان نقتفي اثار محمد صلى الله عليه وسلم في كل العبادات وفي كل الحياة. تسلم لنا هذه الدنيا والآخرة، نعبد الله ونأتي يوم القيامة أمتي أمتي، ويكون لنا النصيب بإذن الله أن نكون من أمة محمد. الله يثبتني وإياكم على الكتاب والسنة. قول آمين.